سهلا بالشامي. يوبرني اللي خلقك والجود عيوني انت. يعني ما رح لك غير جينات. انت الاصل. ليا. بعمره انا. يا عيني عليك اصيل انت. والله ليك اعيدوا لي ابي. اول كتاب لإلي بدي اقول انه احلى مرحله شخصيا لإلي او بتعني لي، وانت بتعرف يعني غلاوتك بالنسبه لي، انه هذا الكتاب يصير بين ايدين الشامي. لانه يمكن بيشبهنا كجيل، ومو بس عن فقدان الاب، بيشبه حاله الواحد يكون بمتاهه اللي هو ما بيعرف شو هو، فبين يديك. اول شيء انا فخور فيك وباي حدا من اولاد بلدي عم يقدر يثبت حاله باي مجال هو فايت فيه. ثاني شيء بعتقد ما في حدا سوري بالحرب الطويلة اللي عشناها معاه عاش حالة الفقدان اللي انت عم تحكي عنها، اللي حد ما مع كل جوانبها واللي انا كتير محمس لأراها كلياتها. فبرجع بقول لك فخور لأنه كل حدا بيعبر عن الحالة السورية الإنسانية اللي مرينا فيها نحن بطريقة. أنت بتكتب وأنا بغني وهو بيرسم، كلياتنا عم نعمل شي واحد بيصب بصورتنا الحلوة وبنمثل بلدنا وهويتنا قدام العالم. بدنا ناخذ وعد معناتها بالقراءه. والله ليك يعني أنا ككاتب لأنه مضطر دائما غذي هيك اللاوعي تبعي دائما بمصطلحات جديدة ودائما بكلمات جديدة وإلى آخره، فبقرا كتير. بس أنا غير شيء يعني مريت بمرحلة ما بالمراهقة أنا وشاب إنه روايات وهيك، بعدين تحول اهتمامي للتاريخ كتير، ما تسألني كيف. فبس صار لي فترة لا مش كتير، فهلأ حنرجع على إيديك يا يعني. عيني عليك يا عيني عليك والله والله. بدي لك من جيل بعض، كل حدا يمكن اخذ طريقه، وانت من الاشخاص اللي حقق نجاح خلال عمر صغير. لما رحت على مصر سالت عنك ونزلت المقابله، كل ما بروح على مكان الناس عم تقول لي انه الفنانين كتير عم يحاولوا كانوا مثلا يدخلوا مصر ما نعرف، وانت ما شاء الله عنك بالعمر معروف في السوق المصري، معروف في الاسواق العربيه كلياتها. اخر ديو عملته مع نجم الجيل. حدا اليوم بهذا العمر لماذا يطمح بعد ذلك؟ حقيقة عم جرب قدر الإمكان أخذ موسيقتي لبعد إنساني أكتر من ما هو بعد موسيقي. يعني أنت عم بتقلي دخلت مصر، إذا عم فكر كفنان دخلت مصر. أنا عم بفكر كيف بدي أوقف على مسارح مصر، واللي بده يتعرف على الشامي يعرفوا الخلفية اللي هو جاي منه وشو قصته، وكيف قدرت انتصر على لجوئي، وكيف قدرت مثل كتير سوريين كلياتنا نجحنا. ليك اليوم انت عم تتحول، عم تحقق احلامك بالحياة، وانا كذلك الامر، وكلياتنا كسوريين. لانه انا بدي احول هاي الموسيقى اللي هي وصلت لمغرب عربي ولمصر ولاوروبا والى اخره، انه يكون في لها بعد انساني، لا يعرفوا القضية اللي أنا جاي منها. إنه نحن حقيقة بحاجة دائما ورجي صورة حلوة عنا، لأنه نحن شعب ذكي، نحن شعب مثقف بعانينا، ورغم كل المعاناة اللي مرينا فيها على مدى كل هالسنين. عائلتي وأكيد عائلتك أنت من وقت قريب جمعتهم حسب ما كنت عم تقول لي قبل شوي. أنا عائلتي بعد ما قدرت أجمع، عندي جزء منها بأوروبا وبتركيا وإلى آخره، فنحن عايشين هاي الحالة. نحن شعب بنستحق التعاطف العالمي، بنستحق ينحكى عنه. عشنا وجع مثل اي وجع انحكى عنه على مستوى العالم والتاريخ. هذا اللي عم جرب اعمله دائما. ان شاء الله بتوصل للشيء اللي بدك اياه، وان شاء الله يعني هالقضيه اللي عم تمشي مشانها توصل لكل العالم، تغطي كل العالم. وانا فخور يعني اقف امام شخص حول الحرب الى قصه نجاح اذا بدنا نقول. ربك. وانا بالنسبه لإلي كون اكيد انه بس شوف وحياة الميمة يعني، بس شوف حدا من اولاد بلدي نجح بطريقه حلوه وبتمثلنا، بفرح من قلب قلبي، وانت منهم. عشان اياك هالشيء بيعني لي كثير. ربك وموفق دايما. انبسطت فيك حبايب قلبي، حب وحنان.